كورس الصوت ده أمتع كورس خدته في حياتي. مروة إنسانة حبوبة، بتديك معلومات كتير، دايما بتبقى متواصلة معاك، بتشاركك حلمك. اتعلمت في الكورس ده حاجات كتير. الصوت مش مجرد صوت بيخرج من الحنجرة، لكن الجسم كله بيطلع الصوت. اتعلمت ازاي اخلق مساحات فاضية في جسمي علشان الصوت يخرج اقوى وبمنتهى السهولة واليسر، وازاي اقدر اتكلم وقت طويل من غير ما اتعب. عرفت كمان ان المية واليانسون والعسل كلها حاجات مفيدة جدا للصوت. اول حاجه لما اتعرفت على استاذه مروه دي كانت اول لقاء ليا بيها، فكان حقيقي حسيت احساس غريب ان هي يعني ايه مش مدربه، لا دي واحده صاحبتي حقيقي يعني. اتعلمت منها كتير، اتعلمت منها على المستوى الشخصي واتعلمت منها على مستوى الصوت. الصوت فرق معايا جدا في حته التعامل مع الناس. حتة التعامل مع الناس فرقت معايا. لا ما ينفعش ان انا في الموقف ده يكون الصوت بتاعي بالنبرة دي. يعني ممكن الناس مثلا تاخد عني فكرة وحشة، ان انا مثلا شخصية ضعيفة، او ان انا مثلا يعني بعمل فيها عم الجدع في موقف مش لا يستدعي ده. ف... فلا استفدت منها كتير في حتة الشخصية، لان الصوت اصلا هو اللي بيعبر عن كل حاجة. ف... وهو بنسبة 100% هو الشخصية. فالصوت لا فرق معايا كتير جدا. واتعلمت فيها حتة الدوبلاج. انا كنت يعني بحب الدوبلاج بس ما توقعتش ان انا هتعمق فيه كده، او ان انا ادوس قوي فيه قوي كده. فحبيت الدوبلاج جدا معاها، عشان هي يعني ممكن مثلا حد يكرهني فيه ما كنتش كملت فيه اصلا يعني. بس هي شدتني ليه حببتني فيه جدا جدا جدا. وانا عايزه اكمل يعني ليها كمان، ده من ضمن الحاجات اللي انا عايزه اكمل عشان مروه ربيع. فربنا يكرمك ويخليكي ليا يا رب. واشوفك كده دايما، يعني ايه رفعانه، ودايما انتي دايما بتدينا بوش. شكرا ليكي يا حب. اولا انا بشكرك استاذه مروه جدا 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 على الكورس. بجد استفدت كتير قوي. فعلا وعي زاد بالصوت. عرفت يعني ايه ان انا استخدم صوتي في كل حاجه انا بحبها. عرفت يعني ايه ان انا اراعي صوتي، ان هو فعلا كائن حي لازم اهتم بيه. عرفت ان انا لازم اخلي صوتي ده هو مصدر التعبير في كل حاجه انا بحبها وعايزاها وعايزه اقنع بيها اللي قدامي. حاجات كتير اتحسنت فيا. بدأت ألاحظ آه، بدأت ألاحظ نفسي أكتر، بدأت أحب صوتي أكتر. بدأت أحب نفسي أكتر. ميرسي قوي إن أنا كنت معاكي. يا رب بس الهدية اللي أنا عايزة أقدمها لك المرة الجاية إن شاء الله تكون إن أنا اتحسنت زي ما انتي كنتي متوقعة. ميرسي. حلمي كان وما زال أن أقدم أخبارا باللغة الإنجليزية. وفقني رب العالمين لمدربة من الطراز الأول على المستوى الشخصي والعلمي. تعلمت معاها أن الصوت هو وسيلتنا في التواصل الفعال مع الآخر ومع العالم. عن طريق صوتي أنقل ما في وجداني من مشاعر وما في عقلي من أفكار، فأؤثر في من حولي وأتأثر بهم. الصوت هبة من الله ونعمة كبيرة، وهو وسيلتنا للتميز على طريق النجاح. من كل قلبي يا أستاذتي الفاضلة، لك مني كل التحية والتقدير.